اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هنتكلم على اسهل زمنين واكتر زمنين خدناهم من ابتدائي واعدادي وخدناهم كمان في الثانوي. هو زمن present simple المضارع البسيط وزمن present continuous المضارع المستمر. اسهل زمنين بس تعالوا نشوف مع بعض التريكات واللي بتيجي في امتحانات الثانويه العامه واهم الافكار اللي هنشوفها مع بعض في الفرق ما بين present simple مضارع بسيط والpresent continuous المضارع المستمر. ويلا بينا مع بعض نشوف زمن البريزنت سمبل بيتكون من ايه. البريزنت سمبل بمنتهى البساطه بيتكون من الفيرب وبنضيف له في نهايته يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس. بس امتى الكلام ده؟ قال لي لما يجي معايا ضماير هي او شي او ات او اي اسم مفرد، يبقى الفيرب بنضيف له اس او اي اس او اي اي اس في حاله ايه؟ لما يكون معايا الضمائر هي او شي او ات او اي اسم مفرد. اسم مفرد يعني ايه؟ مثلا اقول علي او ذا كار او ذا بوي، اي اسم ما يكونش جمع. طيب وبعدين قال لي كمان الفيرب بقى بنخليه في الانفينيتيف. فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني مصدر. طب يعني ايه مصدر؟ يعني الفيرب بدون اي اضافات. امتى الكلام ده؟ قال لي بقى مع الضمائر اي وي ويو وذي واي اسم جمع. يبقى مع اي ويو وي وذي واي اسم جمع بنستخدم او بنضيف بنخلي الفيرب في المصدر بدون اي اضافات. ادي تكوين البريزنت سمبل مضارع بسيط بمنتهى البساطه. ده بالنسبه للتكوين. تعالوا بقى نروح مع بعض لبعض الملاحظات في تكوين المضارع البسيط، وهي بيقول لي بقى ايه؟ لو الفيرب جاء في نهايته حرف الاو او السي اتش او الاس اتش او الاس اس او الاكس، بدل ما بنضيف اس في الاخر قال لي بنضيف اي اس مع الفاعل طبعا المفرد. طب تعال نشوف امثله مع بعض. تعال نشوف كده مثال زي جو. قال لي لو لقيت الفيرب اخره او زي جو كده بنخليها اي اس تبقى جوز. عندي مثال كمان ووتش بنخليها ووتشز. عندي ووش بنحط لها اي اس في الاخر برضو تبقى ووشز. ليه؟ عشان الفيرب اخره او هنا سي اتش المثال التاني او اس اتش زي ما في ووش. بعد كده عندي امثله كمان زي مس فبخليها مسز اخرها اس اس فبنضيف لها في الاخر اي اس. عندي كمان ميكس فبنحولها برضو لميكسز تبقى اخرها اي اس. ده بالنسبه للافعال اللي بتنتهي باو وسي اتش واس اتش واس اس واكس زي ما انتم شايفين كده بنضيف لهم اي اس بدل ما نضيف اس. تعالوا مع بعض نروح لنقطة تانية، وهي ان الفيرب اللي اخره واي بس يسبقه حرف ساكن بنحول الواي لاي اي اس. طب واحد يقول لي حرف ساكن انا ناسي الحروف المتحركة الحروف الساكنة. هفكرك بسرعة كده ان الحروف المتحركة في اللغة الانجليزية هم 5 حروف: حرف الاي وحرف الاي وحرف الاي وحرف الاو وحرف اليو. اي 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 او يو دي الحروف اسمها ايه؟ الفاولز او الحروف المتحركه. طيب قال لي بقى لو عندك حرف الواي في نهايه الفيرب وقبليه حرف ساكن. حرف ساكن بمعنى ايه برضو؟ حرف ساكن بمعنى اي حرف ما عدا ال5 الفاولز اللي هم المتحركين. تعال نشوف امثله مع بعض. قال لي ايه؟ قال لي ستادي. ستادي اخرها واي. شايف حرف الدي اللي قبل ستادي ده؟ حرف الدي ايوه حرف ايه؟ حرف ساكن فهنشيل الواي ونحط اي اي اس تبقى studies. مثال كمان carry هتبقى carries. fly هتبقى flies. يبقى اخره واي وقبل حرف ساكن بشيل واي نحولها لاي اي اس. تعال نشوف بعد كده مع بعض. بيقول لي بقى ايه؟ طب افرض بقى حرف متحرك جاء في نهايه الفيرب مش ساكن، هنكتفي بس بالاس بتاعتنا عادي جدا زي ما كده ايه. شوف play هخليها plays. شايف الواي قبلها حرف الايه متحرك فحطيت اس عادي بقى عادي جدا. شايف هنا كمان باي يبقى بايز هتحط اس برضو عشان قبل الحرف الاخير اللي هو الواي حرف اليو حرف متحرك فبالتالي هنضيف اس بس. بعد كده نروح مع بعض لاستخدامات زمن البريزنت سمبل. قال لي المضارع البسيط ده بيستخدم عشان يعبر عن حاجه اسمها فاكت. حقيقه. حقيقه يعني حقيقه مش فاهم. يعني اي حاجه بتحصل
بدون تحديد وقت معين ليها. ممكن الحقائق دي تكون حقائق علمية أو معلومات عامة، يا إما حقيقة علمية يا إما معلومات عامة. يعني لو قلت لك كده أمثلة بالعربي بسيطة عشان أبسط لك الأمور، لو قلت لك الشمس بتشرق من الشرق، دي تعتبر إيه؟ حقيقة. لو قلت لك المية بتغلي عند 100 درجة، برضو دي حقيقة. لو قلت لك مثلا إن الخشب بيطفو على سطح المية، دي حقيقة. لو قلت لك الإيه؟ المعدن بيغوص في المية، كل دي تعتبر حقائق. عشان كده هنستخدم لها زمن المضارع البسيط او البريزنت سيمبل بتاعنا. طب تعال نشوف امثله مع بعض كده. قال لي ايه؟ water boils at 100 degrees، الميه بتغلي عند 100 درجه. دي تعتبر ايه؟ تعتبر فاكت، حقيقه. اذا خدت بالك بقى من الاس اللي ضفناها للفيرب بويل، عشان هنا جاء بعد كلمه ووتر، يعني الميه هنا تعامل معامله المفرد طبعا زي ما انتم عارفين في الانجليزي. بعد كده مثال كمان بيقول لي a stone sinks in water. a stone sinks in water، يعني الحجر بيغوص في الميه. ما دي حقيقه برضو، بس خدت بالك من الاس برضو اللي في سينك اللي هي يغوص جت بعد ستون الحجر، عشان الحجر هنا ايه؟ برضو مفرد. تعال نشوف مثال كمان. تعالى بقى قال لي ايه بقى؟ خلي بالك مش كل الفاكت او الحقائق لازم تكون حقائق علميه، ممكن تبقى معلومه. بص المثال ده children like sweets. children like sweets يعني الأطفال بتحب الحلويات، فدي تعتبر حقيقة برضو، دي معلومة. وأي معلومة بنستخدم لها برضو البريزنت سيمبل. تعال نشوف مثال كمان. My uncle lives in Spain. عمي عايش في أسبانيا. طب إيه المشكلة؟ ما دي معلومة برضو، دي تعتبر معلومة، وطالما معلومة برضو بنعبر عنها بزمن البريزنت سيمبل. عشان كده حاطين اس برضو في live عشان my uncle هنا مفرد. ده أول استخدام لزمن البريزنت سيمبل. تعالوا بقى الاستخدام الثاني. قال لي مضارع بسيط برضو بيعبر عن حاجه بتحصل بشكل منتظم او متكرر. يعني ايه؟ يعني بيعبر عن عادات او هابتس. ايه؟ بيعبر عن عادات. طب يعني ايه عادات؟ عادات يعني حاجه بتحصل بتتكرر كل يوم او كل فتره او بشكل منتظم. عشان كده عندنا كلمات بتدل على العادات زي ما خدناها قبل كده كتير، زي كلمه often اللي معناها غالبا، وكلمه usually عاده، وكلمه sometimes احيانا، وعندنا كمان always اللي معناها دائما، وعندي كلمات زي never اللي معناها ابدا بننفي بيها الجمله، وعندي كلمه every اللي معناها كل، يعني every day كل يوم، every year كل سنه، وعندي كلمات تانية زي rarely وكلمه hardly وكلمه seldom وكلمه scarcely. الكلمات دي كلها معناها نادرا. يعني ايه نادرا؟ يعني حاجة نادرة الحدوث، أو بمعنى أصح كده الكلمات دي تستخدم برضو للنفي، بتدخل على الجملة عشان تديني معنى النفي. hardly و rarely و seldom و scarcely، كل الكلمات دي تستخدم عشان تعبر عن الهابتس. أو ناخد مع بعض معلومة مهمة جدا. بيقول لي بقى إن كل الكلمات اللي خدناها دي اللي اسمها adverbs، دي الظروف اللي خدناها دلوقتي اللي بتدل على التكرار، بتيجي قبل الفعل الأساسي وبعد فيرب تو بي. قبل الاساسي وبعد فيرب تو بي. الفيرب الاساسي او المين فيرب هو اي فعل في الانجليش، يعني اي فيرب زي قبلك زي لايك فيزيت هيلب، دي كلها اسمها مين فيرب او فعل اساسي. وعندنا فيرب تو بي اللي خدناه كتير قبل كده اللي هو ام ويوز وار في البريزنت، ووز وير في الماضي، ده فيرب تو بي. طيب تاني بقى الكلمات دي بتيجي فين؟ قبل الاساسي وبعد المساعد. تعال نشوف كده ايه مثال مع بعض. بيقول لي ايه؟ هي كامز ليت. بص كده فيرب كامز ده، شايفه؟ كامز، ايوه ده اسمه مين فيرب، فعل اساسي. كم هنا فعل اساسي. طب عاوز احط كلمه always في ايه؟ في الجمله دي. طب فيرب كامز ده اساسي ولا فيرب تو بي؟ قال لا ده فعل اساسي، يبقى بالتالي هيجي ايه؟ كلمه always هنجيبها قبل كلمه comes او قبل الفيرب comes. تعال نشوف كده مع بعض. قال لي he always comes late. بص always جت فين؟ قبل الفعل الاساسي. طب لو جدينا مثال تاني قلنا ايه؟ he is late. عاوز احط always في الجمله دي. قال لي يبقى هنا is ده فيرب تو بي. كلمه always sometimes وكل الكلمات اللي خدناها من شويه دي قال لي بتيجي بعد ايه؟ بعد فيرب تو بي. تعال نشوف مع بعض. ايوه he is always late جت بعد ايه؟ بعد فيرب تو بي. يبقى كل الكلمات اللي خدناها من شويه دي اللي هي كلمات بتدل على العادات usually sometimes و often و always وكل الكلمات دي كلها بتيجي قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي.
طيب تعال نشوف بقى مع بعض النيجاتيف فورم او النفي البريزنت سمبل، نفي المضارع البسيط. ازاي انفي زمن المضارع البسيط؟ قال لي المضارع البسيط بتنفي بكلمتين، كلمه اسمها دونت وكلمه اسمها doesn't. دونت وايه؟ دونت ودازنت. بيجي بعديهم ايه؟ قال لي بيجي بعديهم الفعل في الانفينيتيف في المصدر، نفيت بدونت او doesn't والفعل في المصدر. بس عاوز افكرك بحاجه، ان دونت كان بيجي معاه اي ويو وي وذي واي اسم جمع، ودازنت هي شي وات واي اسم مفرد. وتعال نشوف مع بعض امثله على نفي البريزنت سمبل. اول مثال بيقول لي ايه؟ he speaks English well، هو بيتكلم انجليزي كويس. تعال نفيها كده مع بعض. طبعا هنا speaks لو خدت بالك فيها اس، فبالتالي لما يكون عندي فيرب فيه اس بستخدم كلمه doesn't في النفي. بس ما تنساش وانت بتستخدم كلمه doesn't هنجيب الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. يعني هنقول ايه؟ he doesn't speak English well. نفينا ب doesn't عشان فيرب فيه اس، وما تنساش speak هنشيل منها الاس عشان تبقى في الانفينيتيف. تعال نشوف مثال كمان. I speak English well. هنا لاحظت ايه؟ هنا speak فعل في المصدر. طالما speak مصدر يبقى لما اجي انفيه هستخدم مين؟ هستخدم don't. هقول ايه؟ I don't speak English well. انا ما بتكلمش انجليزي كويس، يبقى don't هنا استخدمتها عشان الفيرب كان في المصدر، واخلي speak برضو زي ما هي مفيش مشكله. يبقى دي طريقه نفي البريزنت سمبل. بعد كده بيقول لي ايه؟ ممكن استخدم كلمات تانية في النفي زي كلمه never وكلمه no longer. قال لي ممكن تستخدم no longer وكلمه never عشان انفي بيهم الجمله. بس خلي بالك هنا بقى ايه؟ الفيرب ما بنشيلش منه الاس، بنخلوش في المصدر، يعني بنخليه زي ما هو. تعال نشوف امثله مع بعض. he speaks English well. ادي الجمله بتاعتنا، تعال نفيها. قال لي ممكن فيها اقول ايه بقى؟ he never speaks English well. لاحظت ايه؟ لما استخدمت كلمه never في النفي بسيب الفيرب في اس زي ما هو، ما بشيلش الاس، على عكس ما عملت من شويه لما استخدمت كلمه doesn't. تعال نشوف ايه طريقه تانية للنفي. قال لي ممكن استخدم no longer كمان، اقول he no longer speaks English well. هو ايه؟ ما بيتكلمش انجليزي كويس، بس استخدمت هنا no longer وسبت speaks زي ما هي بالاس بتاعتها. يبقى انفي بدون تو doesn't احط مصدر، هنفي باي كلمه تانية زي never او no longer هسيب الاس زي ما هي. بعد كده تعالوا نروح مع بعض على ايه؟ الكويشن او السؤال. ازاي نكون سؤال في زمن البريزنت سمبل؟ قال لي او بستخدم do او does. do او ايه؟ do او does. وبعد كده عندي بعد كده السبجكت الفاعل بتاعي، وبعد كده اجيب الفيرب في الانفينيتيف. يبقى do او does، بعد كده الفاعل، بعد كده infinitive المصدر. طب تعال نشوف امثله. he speaks English well. طيب عاوزين نكون سؤال، هنكون سؤال ازاي؟ هبدا هنا طالما في اس برضو هسال بداز واقول ايه؟ does he speak. لاحظ ايه؟ لاحظ speak مصدر. does he speak English well؟ هل هو بيتكلم انجليزي كويس؟ ده السؤال ده طبعا معناه هل. طب تعال نشوف مثال كمان. ممكن قبل ما اشوف مثال كمان عاوز اقول لك ان لما اجي اجاوب على السؤال ده بقول يا اما yes he does بعمل مقص زي زمان، او no he doesn't. عندي مثال كمان. I speak English well. لما اجي اسال سؤال اعمل ايه؟ قال لي هتستخدم do. هنا speak في المصدر فتستخدم do. do you speak English well؟ لما اجي اجاوب بقى هقول ايه؟ yes I do او no I don't. yes I do او no I don't. بعد كده تعال نروح مع بعض للpresent simple passive، المبني المجهول في البريزنت سمبل، مبني مجهول في المضارع البسيط. الباسيف عباره عن ايه؟ تعال نشوف مع بعض. الباسيف عموما هو عباره عن فيرب تو بي زائد باست بارتيسيبل. هو فيرب تو بي زائد باست بارتيسيبل، ده الباسيف ايه يا جماعه؟ الباسيف عموما بحط بي باست بارتيسيبل. هيكون من ايه؟ هجيب فيرب تو بي في نفس زمن الجمله اللي هي مين؟ الجمله بتاعتي بريزنت سمبل، بتكلم دلوقتي على المضارع البسيط، فبالتالي هجيب ام او از او ار واحط بعديهم ايه؟ باست بارتيسيبل. يبقى الباسيف في المضارع البسيط عباره عن ام از ار بلس باست بارتيسيبل، ده الباسيف في المضارع البسيط. تعالوا مع بعض ناخد مثال. منى كلينز ذا روم. هنا منى سبجكت بتاع الفاعل، وكلينز ده الفيرب، وذا روم ده الاوبجكت المفعول. لما اجي دي اسمها جمله اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني مبني المعلوم. ليه مبني المعلوم؟ عشان بدات بالفاعل اللي عمل الفعل. تعالوا مع بعض نحولها لباسيف. قال لي هتبدا بذا روم الاول اللي هي الاوبجكت بتاع المفعول، وبعد كده هنجيب فيرب تو بي بتاعنا في نفس زمن الجمله اللي هو ايه؟ هيبقى ايه؟ از. وبعد كده هنجيب الباست بارتيسيبل من الفيرب بتاعي كلين، هيبقى كليند، واقول في الاخر باي منى. وكده يبقى حولت الجمله الباسيف، جبت الاول مفعول اللي هو ذا روم، وجبت فيرب تو بي في نفس زمن الجمله اللي هو هنا از، وجبت
بعد كده past participle cleaned، وبعد كده قلت by منى في الاخر، يبقى the room is cleaned by منى معناها الحجرة اتنضفت عن طريق منى. وبكده يبقى خلصنا زمن البريزنت سيمبل الاكتف، وكمان خدنا الباسيف. وتعالوا مع بعض نروح لزمن البريزنت كونتينوس. زمن البريزنت كونتينوس بيتكون من ايه؟ بيتكون من am او is او are بلس الفيرب بضيف له ing. يبقى present continuous بيتكون من ايه؟ am is are والفيرب بنضيف له ing. تمام. طب يا ترى الزمن ده بيعبر عن ايه؟ قال لي بيعبر عن حدث يقع اثناء الكلام او في الوقت الحالي. يعني حدث بيحصل دلوقتي وانا بتكلم، في حاجه بتحصل. تعال نشوف امثله كده. يعني ايه حاجه بتحصل دلوقتي؟ بص كده I can't meet you now. انا مش هقدر اقابلك دلوقتي. مش هقدر اقابلك دلوقتي ليه؟ I'm revising for the test. انا براجع الامتحان بتاعي. يبقى انا دلوقتي في نفس اللحظه مش هقدر اقابلك ليه؟ عشان انا في نفس اللحظه دي براجع الامتحان بتاعي، او براجع علشان الامتحان بتاعي. فالحدث الريفيجن ده او الريفايزنج ده انا بعمله دلوقتي. يبقى حدث بيحصل امتى؟ دلوقتي وانا بتكلم. تعال نشوف مثال كمان. My sister is studying English at university. يعني اختي بتدرس انجليزي في الجامعه. هنا مقصود بيها ايه؟ في الوقت الحالي، في الفتره الحاليه. يبقى حاجه بتحصل دلوقتي وانا بتكلم، يبقى حاجه بتحصل في الفتره الحاليه. وتعالوا بقى نروح مع بعض للكلمات اللي بتدل على الزمن البريزنت كونتينوس. قال لي عندي كلمات زي كلمه ناو الان، جاست ناو برضو نفس المعنى، at the moment في هذه اللحظه، watch out معناها احترس او خلي بالك، look listen still معناها ما زال still، at present في الوقت الحاضر. عندي كمان كلمات زي today tonight this evening this week this month this year. كل دي كلمات ممكن نستخدمها في زمن البريزنت كونتينوس. يبقى مضارع بسيط، مضارع مستمر، دي كل الكلمات اللي ممكن نستخدمها للتعبير عن الزمن، اللي هو بيعبر عن ايه؟ حاجه بتحصل في نفس اللحظه او في الوقت الحالي. تعالوا نشوف بقى ايه امثله مع بعض. I'm reading an interesting book at the moment. انا بقرا كتاب شيق في هذه اللحظه. يبقى دلوقتي وانا بكلمك اهو انا قاعد بعمل ايه؟ قاعد اقرا كتاب، عشان كده قلت ايه؟ I'm reading. تعال نشوف مثال كمان. Look the bird is flying. بقول لك بص كده الطائر ايه؟ بيطير اهو. بيطير امتى؟ دلوقتي. عشان كده استخدمت زمن present continuous is flying. وتعالوا مع بعض لفقره تركاته. تعال نشوف مع بعض كلمه ناو بقى ليها اكتر من معنى. تعال نشوف الامثله مع بعض كده. بص المثال ده. منى is revising for the test now. منى is revising for the test now. منى بتعمل ايه؟ بتراجع الامتحان دلوقتي. منى بتعمل ايه؟ بتراجع. طيب امتى بقى بتراجع؟ دلوقتي في نفس اللحظه. ده معناه ايه؟ معناها الان في نفس اللحظه. دلوقتي انا بكلمك اهو هي بتراجع. طب دي كلمه ناو معناها الان. طب هي ليها معنى تاني. بص المثال دلوقتي بيقول لي ايه؟ منى lived in طنطا last year. منى كانت عايشه فين؟ في طنطا last year but now لكن دلوقتي she not in Cairo. خدت بالك من كلمه ناو معناها ايه؟ طيب نبسطها اكتر. هي كانت منى عايشه في طنطا قبل كده السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي في الفتره الحاليه هي عايشه في القاهره. يعني كلمه ناو هنا معناها ايه؟ معناها في الفتره الحاليه، مش معناها في نفس اللحظه بتكلم فيها. اذا هنا هو بيديني معلومه ان منى دلوقتي عايشه في القاهره. دي معلومه، وطالما معلومه هستخدم زمن البريزنت سيمبل مع المثال ده واقول ايه؟ منى ناو او بات ناو شي lives in Cairo. يبقى خلي بالي هنا اوعى يضحك عليا في الامتحان ويوقعني ويقول لي ايه؟ عشان كلمه ناو فتستخدم بريزنت كونتينوس. لا، هنا هي كانت في القاهره عايشه قبل كده، لكن دلوقتي معناها دلوقتي بقى ناو دي معناها في الفتره الحاليه، مش معناها في نفس اللحظه انا بكلمك فيها. فهنا هنستخدم بريزنت سيمبل عشان بيديني معلومه، مش بيقول لي هي بتعمل كده دلوقتي. هي ليفز هنا بتعيش في الفتره الحاليه. يبقى ناو لما يكون معناها دلوقتي نفس اللحظه بستخدم بريزنت كونتينوس، لكن ناو لما يكون معناها في الفتره الحاليه زي المثال بتاعنا ده بستخدم ليفز المضارع البسيط، ما بستخدمش البريزنت كونتينوس. تعالوا نروح مع بعض بقى اخطر جزئيه معانا في البريزنت كونتينوس وفي كل زمن مستمر. ايه هي بقى؟ ان عندي افعال لا تستخدم في الازمنه المستمره، زي افعال الحواس كده، سنسز، زي سي وهير وسميل وتيست
وفيل، وعندي look اللي هي بتساوي سيم يعني يبدو، وعندي appear برضو نفس الكلام يظهر. دي كل الافعال دي مالها؟ مال الافعال دي؟ قال لي لا تستخدم مع الازمنه المستمر. طيب تعالى كمان نشوف افعال تانية. قال لي feelings زي love like hate want need prefer impress، كل دي افعال لا تستخدم في الازمنه المستمر. طيب عندي ايه كمان؟ عندي افعال تانية زي افعال الثوت اللي افعال الاعتقاد، يعني think يعتقد، know يعرف، believe understand remember، كل دي افعال لا تستخدم في الازمنه المستمر. عندنا كمان افعال زي افعال الستيت، افعال الثبات زي have معنى يمتلك، belong يخص، verb to be اوعى تنسى، وعندي own يمتلك، وعندي include يتضمن، ولوك معناها برضو يبدو. كل دي افعال ما بتجيش في الازمنه المستمره. طيب تعالى بقى نشوف حته مهمه، جزئيه مهمه جدا على او امثله على الجزئيه دي. بص المثال ده I am at home now. I am at home now يعني معناها ايه؟ انا في البيت دلوقتي. طيب ما كلمه now دي present continuous، جميل، انت قلت لي present continuous زي الفل. طيب ازاي بقى استخدمت am بس ما استخدمش present continuous؟ قال لي اصل am دي verb to be، فبالتالي مش هنخليها فين في المضارع المستمر، هنخليها في المضارع البسيط عشان verb to be ما يجيش فين في الاستمرار. وبالتالي ما ينفعش اقول I am being، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه في اللغه اسمها I am being at home now، غلط. ليه؟ عشان verb to be هنا لا يستخدم في الازمنه المستمره، عشان كده اقول I am at home now، مش هقول I am being at home now. تعال نشوف مثال تاني مع بعض. I am hungry انا جعان، جميل. I want something to eat انا عاوز حاجه اكلها، خدت بالك من want هنا؟ طب انا جعان دلوقتي فانا عاوز حاجه اكلها دلوقتي برضو. ما ينفعش اقول ايه بقى؟ ما ينفعش اقول I am wanting، ما ينفعش اقول I am wanting، فبالتالي ما استخدمش المضارع المستمر مع مين؟ مع want. ليه؟ لان الفيرب want ما بيجيش في الازمنه المستمره، وبالتالي هستخدم present simple بس. تعالوا مع بعض بقى النقطه تانية، وهي في بعض الافعال بيبقى لها اكتر من معنى. في بعض الافعال ليها اكتر من معنى، يعني ممكن الفيرب يبقى ليه معنى لا يستخدم في الاستمرار، وليه معنى تاني يمكن يستخدمه في الاستمرار. تعال نشوف امثله كده مع بعض. عندي مثلا فيرب think ده، فيرب think ده ليه معنيين. اول معنى معناه يعتقد، وليه معنى تاني معناه يفكر. طب جميل، يعتقد ويفكر. قال لي خلي بالك بقى، لما يجي الفيرب think بمعنى يعتقد ما ينفعش نستخدمه في الازمنه المستمر. تعال نشوف مثال بيقول لي ايه. I think he will win the match. انا اعتقد هو هيفوز بالماتش. هنا ما ينفعش اجيبه فين؟ في المضارع المستمر او اي زمن مستمر، خلي بالك. لكن لو معناه يفكر هنا ممكن نستخدمه في الاستمرار. بص المثال ده I'm thinking of what happened yesterday. انا بفكر في اللي حصل امبارح، بفكر مستمر اهو. لكن I think بمعنى يعتقد لا تأتي في الازمنه المستمر. هنشوف فيرب كمان وهو فيرب تو هاف. فيرب تو هاف ليه معنيين، يا اما معناه يمتلك او معناه يتناول. لو جه بمعنى يمتلك ما ينفعش يجي فين؟ في الازمنه المستمر، لكن لو معناه يتناول يجي في الازمنه المستمر، يشتغل عادي مفيش مشكله. تعال نشوف مثالين كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ I have a new car now. انا عندي عربيه جديده دلوقتي، او انا امتلك سياره جديده دلوقتي. now اهي. طب ايه ده؟ now مش مضارع مستمر؟ لا. ليه؟ الفيرب هاف بمعنى يمتلك ما ينفعش يجي في الاستمرار، عشان كده خليته هاف في البريزنت سمبل في المضارع البسيط مش في المستمر. طب لو معنى يتناول، بص المثال ده I'm having lunch now. I'm having lunch now يعني انا بتناول. I'm having lunch now انا بتناول الغداء دلوقتي، فبالتالي يجوز استخدام have بمعنى يتناول في الازمنه المستمر. يبقى هنا شوف الفيرب معناه ايه، وشوف ينفع استخدامه في المضارع المستمر ولا لا. تعالوا مع بعض بقى نشوف البريزنت كونتينيوس باسيف، الباسيف المبني المجهول في زمن البريزنت كونتينيوس في المضارع المستمر. قلنا قبل كده باسيف يعني ايه؟ يعني بي باست بارتيسيبل، بي تصريف ثالث. ده الباسيف فين؟ في جميع الازمنه. تعالوا مع بعض نشوف بقى الباسيف بريزنت كونتينيوس بيتكون ام او از او ار، وبعد كده being باست بارتيسيبل. ام از ار being باست بارتيسيبل، ده الباسيف في زمن البريزنت كونتينيوس. طب تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه مثال مع بعض. My mother is preparing lunch. My mother is preparing lunch. طيب تعال نشوفها. دي جمله اسمها قلنا قبل كده اكتف. ليه اكتف؟ عشان بدأنا بالسبجكت الفاعل اللي قام بالفيرب، الفعل اللي قام بالفعل يعني. تعال نشوف الباسيف يعني ايه.
هنجيب ايه في الاول؟ لانش المفعول، وبعد كده نعمل ايه؟ ايوه انا في is preparing مضارع مستمر، عشان كده اقول ايه؟ is being prepared is being prepared is being prepared ازاي؟ يعني جبت is وراها being وراها prepared past participle من الفيرب prepare، وفي الاخر اقول by my mother، وكده يبقى حولت الجمله لباسيف. بدات باللانش المفعول و is being وبس التصريف التالت بتاعي اللي هو prepared، واقول في الاخر by my mother عن طريق my mother، وكده حولت الباسيف في البريزنت continuous. وبكده يبقى خلصنا الفرق ما بين البريزنت سمبل المضارع البسيط اكتف وباسيف، وخدنا كمان البريزنت continuous اكتف وباسيف مبني المعلوم مبني المجهول. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تقدروا تدعمونا ونقدر نكمل معاكم، وبالتوفيق ان شاء الله.